ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل معاكم كريم كراميل. طعمه حلو ومن الوصفات اللي نحب ناكلها ساقعة في الصيف، بمكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. هنجيب طاسة ونحط كوباية الا ربع من السكر ونسيبه يدوب شوية. بعد كده هنقلبه عشان ما يعملش اي تكتلات لحد ما نوصل للون الذهبي المطلوب. والسكر بيحتفظ بالسخونية ولونه بيتغير وطعمه بيتغير، فهنصب على طول في القوالب ونسيبه لمدة 10 دقايق. بعد كده هنجيب بولة وهننزل فيها بالعشر بيضات، وبعدين كوباية الا ربع من السكر ومعلقة كبيرة من الفانيليا ريحتها قوية. بعد كده هنضربهم بالمضرب وممكن بالخلاط، وبعدين هننزل باللبن ويكون كامل الدسم، وننزل شوية شوية. هيكون كيلو من اللبن ونضرب فيه بالمضرب. وبعد كده جبنا القوالب اللي حطينا فيها الكراميل وننزل بالخليط عليها. الكمية دي هتعمل من 6 ل7 قوالب حسب حجم القالب. بعد كده هحط جزء من القوالب، هحط ورقة من ورق الزبدة وبعدين ورقة من ورق الألمونيوم. صحيا أنا مبحبش أحط ورق الألمونيوم على طول. هنجيب قالب ونحط فيه مية سخنة، وهنا أنا غطيت جزء وجزء لأ عشان فيه بوش وفيه من غير وش، وأنا حبيت أوريكم الاتنين. وهنقطع شرايح الليمون ونحطها عشان القالب ما يسودش. بعد كده هنحطها في الفرن على 180 على الرف الوسط ساعة أو ساعة وربع، وحطيناه في التلاجة وطلع بالشكل ده. هنجيب فيه بولة ونحط فيها شوية مية سخنة، هنسيبه شوية عشان نعرف نقلبه، وهيطلع معاكم بالشكل ده. وبكده الكريم كراميل خلص. هيطلع معاكم حلو قوي، جربوه وبالهنا والشفا.